نبدأ الإخوان، مرحبا بكم وألف مرحبا. كاين هنالك خبر خطير جدا سيهز أركان قصر المرادية، ألا وهو الخبر الذي سوف تشاهدونه في الفيديو ومن بعد رجع. And someone's working on that? Oh yeah, we're working on Algeria and Morocco right now, our team, and there's going to be a peace deal there in the next, in my view, 60 days. What about جاريد كوشنر الإخوان وستيف وايتكوف، هاد جوج ديال المبعوثين أو سميهم كيف ما بغيتو. الاول راك كتعرفوه هو الزوج ديال ابنه ترامب، والثاني هو المبعوث الشخصي لترامب الى الشرق الاوسط. هاد الجوج في واحد اللقاء صحفي قالوا بالعرض الكبير بالخط العريض اكدوا على انهم يعملون على صلح دائم بين الجزائر والمغرب اللي غادي يتم الاعلان ديالو رسميا في غضون شهرين. هذا الشيء الاخوان ماشي غريب، لان امريكا اليوم تريد وضع حل أساسي، حل دائم لنزاع الصحراء وطي ملف الخلاف بين المملكة المغربية الشريفة والجزائر. هنالك ضغط كبير على الجزائر. هنا أنا من منبري هذا كمواطن مغربي بسيط أقول للجزائريين: واش نتوما باغيين ترجعوا العلاقة مع المغرب ولا لا؟ جاوبوني صراحة باش نعرفوا كمية الأخلاق التي تتحلون بها، أو كمية الحقد الذي يعني يضغط على قلوبكم لكي ترفضوا يعني الصلح مع المملكة المغربية الشريفة التي مرارا وتكرارا عن طريق ملك البلاد الملك محمد السادس نصره الله مد إليكم يد الصلح، ولطالما كان هنالك رفض وكان هنالك رد قاطع من تبون بأنه وصلنا لنقطة اللا رجوع. نتسناو معكم جميع من هنا شهرين، يعني في وسط الشهرين اللي جايه غادي يكون خبر او غادي يكون رسميا صلح ما بين المملكه المغربيه الشريفه والجزائر. ولكن انا كمغربي اؤمن بالصلح، ولكن في حدود ان يكون هنالك اعتراف بان الجزائر اخطات في حق كل المغاربه واخطات في حق كل المغرب العربي بزرعها الفتنه وبزرعها لشرذمه البوليساريو لتقسيم الشعوب. الغريب من في الأمر والمفارقة الكبيرة الإخوان هو أن الجزائر تغنت دائما بحق الشعوب في تقرير مصيرها. اليوم لكم الحق أن تقرروا مصيركم أمام الولايات المتحدة الأمريكية. هل سوف تعودون صاغرين إلى المملكة المغربية الشريفة؟ هل سوف تعترفون بأنكم هزمتم رسميا في قضية الصحراء المغربية؟ هل سوف نطوي الخلاف القائم بيننا ونمد يدنا لبعضنا البعض إلى صلح دائم يخدم الشعبين؟ لا أظن ذلك، لأنني أعلم علم اليقين أن تبون يلعب آخر أوراقه في حياته. لا يمكن أن يتنازل أبدا عن البوليساريو، لأنه يعلم علم اليقين أن الجزائر استثمرت في هذه الشرذمة المرتزقة ولكن لم تجني شيئا، فيجب عليه أن يستمر. في الختام الإخوان أنا تنقول من منبر ديالي هذا كما قلت سابقا: نحن مع الصلح، أنا بعدا مع الصلح، ولكن باعتراف الجزائر بأخطائها وبأن تتحمل مسؤوليتها في المحتجزين فيما يخص المحتجزين في مخيمات تندوف، وأن تعود إلى الصواب بطريقة يعني تكون فريمون حضارية وتكون أخلاقية وعندها النية. وديك الساعة مرحبا بكم وألف مرحبا. ما تنساوش الجزائريين، بغيت ضروري نعرف غيرمون شنو الراي ديالكم لعوده العلاقات بين المملكه المغربيه الشريفه والجزائر. اشنو كتقولوا في هذا التحرك ديال هاد الدبلوماسيين في بين البلدين لاعاده احياء العلاقه التي قتلها تبون واخرون؟